رجعوا لي ولادي ومحمود ورجعونا عروسة من جديد. محمود وسحر عرسان من أول وجديد يا جماعة. يوم الفرح فرح جوه الفرح ووليمة لأهل سحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا ما شاء الله محمود وسحر يعني عملوا فيديو أخيرا بقى وعرفونا بقى كل تفاصيل الميك اب، وكمان ردوا بكده على اللي كان بيقول ان محمود وسحر او سحر نفسها ما حضرتش لاخر الفرح وزعلت والكلام ده. محمود طلع بنفسه وقال كمان في الفيديو ان هم بقى حضروا الفرح وجهزوا كمان الميك اب بتاع سحر، وكمان عمل عزومه لاهل سحر اللهم بارك، يعني والدها والدتها واخواتها وكمان ولادهم. وكمان كان فيديو جميل جدا بالزغاريط وفرحه كبيره جدا. كمان ما شاء الله واضح جدا كمان ان محمود بيحب اهل سحر قوي ومحترمهم وبيعاملهم اكنهم فعلا اخواته. اتاري فعلا لما كتب اخواتي عملوا لي فرح كان يقصد بالفيديو اللي هم اهل سحر، وان هم كمان اهتموا بيه كمان وطبخوا له طبخه جميله جدا. اهي دي بقى طبعا اخت سحر الكبيره ربنا يحفظها يا رب. وبرده عملت لها بقى ما شاء الله رز بشعريه طبعا وكفته وكمان لحمه. الف الف هنا على قلبهم. محمود بجد يعني انسان طيب جدا ومحترم، وكمان الناس كلها بتشيد بأدب سحر وجمال سحر واخلاق سحر. ربنا يحميها يا رب، وان هي اصيله وبنت اصول، وتحس ان هي فعلا وش الهنا عليه ووش الخير عليه. هما كمان ما شاء الله نشوفهم بقى وهم عرسان كده، يعني اللهم بارك اكنهم لسه متجوزين. محمود اللهم بارك عليه. وكمان سحر ميك اب غيرها تماما، والناس فعلا ما عرفوش سحر زي ما بيقولوا. انا شايفه ان هي سحر كمان جميله بالميك اب ومن غير ميك اب جميلتين، لان اهم حاجه الجوهر مش الشكل، وطبعا الشكل اهم حاجه بس برضو الاخلاق والروح والادب، وكمان ان هي جدعه واجتماعيه وبشوشه. ربنا يحفظها يا رب، والسلام عليكم.